بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم شلون راح نصوت اكثر من مرة للتصويت. طبعا من باب العلم بالشيء لازم نعرف ان التصويت هذا شرعي مو شرعي، يجوز ما يجوز. يمكن الكل عرف او سمع عن الفتاوي ولها شروط وضوابط، عسى الله ينفعنا بالخير. اولا انا عندي تصويت، طبعا التصويت هذا ربعنا افضل واحد من الاصدقاء. انا حاب ادعم عبد العزيز، صوت له اكثر من مرة وان شاء الله انه يفوز، ولكن من باب العلم بالشيء انا دعمته وصوت له اكثر من مرة. اعطيته فويت الحين. عبد العزيز النبهاني 52%. الشاهد انا 16 مرة صوت. انزين انا صوت حق عبد العزيز، حلو. ايش راح اسوي؟ سكر الصفحة، انزل متصفح اسمه اوبرا، اروح على اعدادات الاوبرا، من اعدادات الاوبرا راح امسح الكوكيز اللي هي ملفات الارتباط التشعيبي، وامسح الداتا والهيستوري. بدخل على الاعدادات وادخل على الخيارات المتقدمة او السكيورتي او البرايفسي خصوصية، تبي اشيل قبول ملفات التعريف الارتباط، وامسح المحفوظات، وامسح كلمات المرور، وامسح ملفات الارتباط. طبعا الحركة المهمة اني لازم اسكر البرنامج من تحت، واروح للاعدادات، ادخل على السفاري واعمل كلين هيستوري، مسح سجل ومسح الكوكيز. انا مصوت وماخذ رابط التصويت نسخ وبعمل له لصق. كلكم شفت اني صوت قبل شوي حق عبد العزيز النبهاني. فبدخل على الاوبرا بعد ما مسحت من الخصوصية الكوكيز، ملفات الارتباط وملفات الهيستوري، فاختار عبد العزيز النبهاني واعمل له فويت مرة اخرى. كان 22 صوت، صار 23 صوت. مو مصدقين، نعيد العملية. 23 صوت. ادخل على الاوبرا، الاعدادات، الخصوصية، اوقف ملفات الارتباط، مسح المحفوظات، مسح كلمات المرور، مسح ملفات الارتباط التشعيبي. طيب اسكر الاوبرا من تحت من الملفات المفتوحة، ادخل على الاعدادات وبدخل على السفاري واعمل مسح مرة اخرى ومسح للكوكيز والبيانات، وادخل على الاوبرا مرة اخرى واعمل لصق حق رابط التصويت واعمل له جو 23 مرة عبد العزيز النبهاني، واعمل له للمرة 24. يستاهل عبد العزيز، واعطيه فويت مرة اخرى. أربعة وعشرين مرة. عسى الله يوفقنا للخير، وآسف على الإزعاج.